جاهزين؟ جامي بونسوار. بونسوار حبيبة قلبي، يا هلا. بظل الأوضاع اللي عم يمرق فيها لبنان والتخوف اللي نحن فيه، وخاصة من نص ساعة القصف اللي صار على الضاحية، أنت ضليت مصر وعندك الجرأة أنه تكمل بحفلتك، كيف؟ عكس كل ما يقال، نحن جيل الحرب، وأنا كفنان مخلوق لهي الأوقات، مش لأوقات الفرح بس. نحن موجودين هلأ بهذه الأوقات لنعطي أمل وفرح للناس، وهلأ طالع أعمل أحلى حفلة بحياتي يمكن، إن شاء الله. إن شاء الله، والجمهور برا ناطرك أكيد. على السوشيال ميديا في فيديو راح فايرل لبنت تركها حبيبها بسبب الشامي، شو تعليقك على الموضوع؟ كيف الناس بتعبر وكيف بتتعاطى، شو لغة الحب تبعها لتقدر تتعامل مع المشاعر بخصوص فنانها المفضل، هي ما في إنسان فيه يتدخل فيها. كلياتنا نحن بفترات معينة من حياتنا، كبار أو صغار أو بأي عمر، تأثرنا بشخصيات يمكن فنية ويمكن ما بعرف، أي حدا بالعالم ممكن يكون أثر فينا. كيف منعبر له كمان هي شغلة بتخص الإنسان نفسه، بنبسط فيهم وبحبهم كيف من كان. آخر أغنية لإلك كانت وين؟ هالغنية شو بيميزها عن باقي الأغاني؟ إذا في أقول إنه اللي بيميزها عن باقي الأغاني إنه كنت عرفان 100% هي شو حتعمل. كنت متأكد إنه حتتفوق بلغة الأرقام عم بحكي هلا، كنت عرفان إنه حتتفوق على كل شيء عملته قبل، والحمد لله نجحت رؤيتي أو حققت رؤيتي. كتار بيستغربوا اللهجة وبيستصعبوا الكلمات، بس إحساسك بيوصلهم. معقول شي مرة تغني بالطريقة اللي تعودوا عليهم يسمعوها من باقي الفنانين؟ بعتقد ايه، هي الثقافة عم تبلش تنتشر بالعموم، وانا باعتقادي الموسيقى بتنحس اكتر ما تنقرا، ولو انه في شفافية عالية بموسيقتي بتقدري تحسيها بسرعة. في حدا بحياة الشام اليوم؟ ما بحس، يمكن. هذا مش جواب. انا جوزاء، ما كتير بعرف حالي، اعطوني وقت. طيب ليه اخترت انه كل العالم بتعرف كل شيء عنك بالوقت اللي انه في كتير فنانين بيتكتموا عن هذا الموضوع؟ ما بعرف، ما بحس انه بيعرفوا كل شيء عني، بس بحب كون بكامل الشفافية معهم. في اشياء بتركها لنفسي، وفي اشياء بحق لهم يعرفوها عن فنان اللي بيحبوه. شيء هيك عبالك تقلنا اياه لانه العالم ما بتعرفوا عنك؟ لو عبالي يعرفوا كانوا عرفوه صدقا، ما بخبي عنهم اي شيء لازم يعرفوه، كتير شفاف معهم. لو مالي شفاف معهم، لو ما بحبهم ما بكون موجود هلا لحتى اطلع اعمل لهم هي الحفله بهي الظروف الاستثنائيه. شو اجدد اعمالك؟ مش كتير باين الفترة الجاية، بس محضر باقي الألبوم يلي هو حكيت عنه، دوالي وبس ما تفل. فيما بعد هي الفترة مش كتير باين الموضوع، لنشوف. شكرا لك، وبنتمنى لك حفلة بتعقد ان شاء الله يا رب. حبيبة قلبي، شكرا كتير.